مع بعض خلطة الفيجيتار وعملتها معاكم قبل كده، والحمد لله يعني انا يعتبر الوحيدة، او مش عارفة بصراحة حد عملها ولا لأ، اللي قلت لكم ان خلطة الفيجيتار بتتعمل بدقيق الذرة. عملتها معاكم من سنين على القناة، وعملتها كمان من حوالي 6-7 شهور كده، هتلاقوها برضو موجودة في فيديو مفصل ليها مخصوص على القناة. انا جبت هنا ربع كيلو من دقيق الذرة، بيتباع عند اي عطار، دقيق الذرة الاصفر. حطيت عليه معلقتين كبار من النشا، وحطيت عليه معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر عارفين انه بيدي كده القرمشة، وبيدي كمان الهشاشة بتاعة الفيجيتار. تمام. حطيت كمان فلفل اسود وملح، يعني هملحها ملح فلفل اسود. هحط كمان شوية كده من الجنزبيل البودر، حوالي معلقة كبيرة ممسوحة من الجنزبيل البودر. ودي خلطة الفراخ او بهارات الفراخ اللي عملناها مع بعض. هاخد منها معلقة كبيرة كده مليانة، وهاخد شوية صغيرين من ال7 بهارات، حوالي معلقة صغيرة من ال7 بهارات. يعني هنتبلها كده بأي توابل بنحبها، لكن اساسي فيها الجنزبيل وكمان الثوم البودر والبصل البودر والكركم. تمام. فانا حطيت معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة كبيرة ثوم بودر، معلقة كبيرة بصل بودر، وهحط دلوقتي معلقة كبيرة من الكركم، ودول الاساسيين معانا. وطبعا بهارات الفراخ و7 بهارات ممكن تحطيها او لا زي ما انت حابة. هقلبهم كده كويس جدا. يعني هي سهلة جدا وبسيطة انك تحضريها في البيت، مش مستاهلة ابدا انك تشتريها من بره. عارفين طبعا ان الكيس بره بيتباع بيكون صغير جدا جدا، ما بيعملش اي حاجة، لكن انت بتعمليها في البيت بكميات كبيرة بتكفي معاكي وقت طويل قوي. يعني انا بعملها كمان بكمية اكبر من كده، بس انا كان عندي بس ربع كيلو من الدقيق الذرة فاستخدمته، لكن في العادي بتاعي يعني بجيب نص كيلو وبعمله مرة واحدة. تقدروا كمان تضيفوا على الخلطة دي السمسم، يكون مش محمص، سمسم ابيض، برضو بتديكي كده الطبقة كده بتاعة المطاعم. تمام. دلوقتي انا حطيت زعتر. تمام. برضو تقدروا تستغنوا عنه او تقدروا تحطوه زي ما انتوا حابين، برضو بيدي كده طعم حلو. وكمان بتلاقوا كده الطبقة الخارجية كده بتاعة البانيه او حتى البرجر او اي حاجة بتعملوها بخلطة الفيجيتار، هتديكوا كده الطبقة كده فيها كده قطع من الزعتر، بتكون حلوة قوي. ده كده بيكون شكلها، وانا متأكدة ان في ناس كتير من متابعيني بيجربوها قبل كده وعجبتهم